ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ انا سمسم وهكون معاكم مع ميس اسماء في الشرح. دايما هتلاقوني موجود كده عشان دايما نعمل مسابقات سوا انا وانتو. النهارده هنشرح مع بعض اول درس في العربي. ميس اسماء هتشرح لنا اول درس في العربي لسنه اولى ابتدائي. يلا بينا، يلا يا سمسم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنشرح مع بعض اول درس في الوحده الاولى اللغه العربيه، طبعا المنهج الجديد من كتاب سندباد للصف الاول الابتدائي 2026. الوحده الاولى اسمها اسرتي. الوحده الاولى اسمها ايه؟ اسرتي. عندنا اول العنوان بيقول في قصه الاستماع، اول قصه استماع عندنا بتقول ايه؟ اميره واسرتها السعيده. أميرة طفلة جميلة تجلس كل يوم مع أسرتها بعد أن يعود والدها وأمها من العمل، وتحكي لهما ما حدث في يومها. أما الجدة فتحكي لأميرة قصصا جميلة. وكانت الأخت سارة تساعد أميرة في ترتيب ألعابها وتعلمها أسماء الألوان والأشكال. بيقول لك في بنوتة اسمها أميرة، دي طفلة صغنونة لسه. يبقى فين أميرة في الصورة هنا؟ أيوة اهي دي أميرة. بتقول لك أميرة بتجلس كل يوم، تجلس يعني بتقعد مع أسرتها. مين الأسرة بتاعتنا؟ الأسرة بتاعتنا بابا وماما واخواتي وتيتا وجدو، دولت الأسرة بتاعتنا. فأنا بقول لك كانت بقى أميرة كانت بتجلس كل يوم مع مين؟ مع والدها وأمها بعد ما بيجوا من العمل، وبتقعد تحكي ليهم بقى كل اللي حدث في يومها، عملت ايه طول اليوم، تقعد تحكي لبابا وماما. بتقولك وكان عندها اخت اسمها سارة. اسمها ايه؟ سارة. فين سارة؟ سارة اهي. طب انا نسيت اسألكوا صحيح، فين الاب وفين الام؟ اكيد الام اهي والاب اهو. وفين الجدة؟ اهي طبعا العاب سارة، العاب الطفلة اميرة اهي. وكانت الأخت سارة، كانت سارة بتساعد أختها، سارة البنوتة الكبيرة بتساعد أختها أميرة في ترتيب ألعابها وبتعلمها أسماء الألوان والأشكال. طب وبعدين إيه اللي حصل يا مس أسماء؟ وفي المساء تجمعت الأسرة كعادتها، وقالت الأم: يا أميرة، غدا أول أيامك في المدرسة. فرحت أميرة وقالت: نعم يا أمي، وأنا أشعر بالخوف قليلا. فقال الأب مبتسما: صغيرتي، المدرسة مكان جميل فيه أصدقاء جدد وألعاب ممتعة ومعلمة طيبة. وقالت الجدة: يا أميرة، عندما نذهب إلى المدرسة نقول صباح الخير، ونبتسم للمعلمة والأصدقاء، ونساعد زملائنا وزميلتنا. وقالت سارة: إذ أردنا شيئا نرفع أيدينا. وقالت سارة: إذ أردنا شيئا نرفع أيدينا ونطلبه بلطف. فضحكت أميرة وقالت: سأكون شجاعة، شكرا يا أسرتي على هذه النصائح المهمة. بيقولك بقى في المساء جت أميرة قعدت مع أسرتها. قعدت مع مين؟ أسرتها كعادتها، يعني دايما هما بيقعدوا مساء بيتجمعوا كلهم سوا. شايفين قاعدين كلهم سوا ازاي؟ الاب والام والجده وساره وساره واميره. وراحت مامتها قالت لها ايه؟ يا اميره، بكره اول ايامك في المدرسه. اميره طبعا كانت فرحانه، بس قالت لها: يا ماما انا قلقانه ايه شويه. فباباها راح قال لها ايه؟ قال لها: يا صغيرتي، المدرسة مكان جميل. المدرسة ايه؟ مكان جميل، وهنلاقي فيه صحاب جدد وألعاب ممتعة ومعلمة ايه؟ طيبة. وقالت برضو جدتها، قالت لها لما نروح يا أميرة، احنا أول حاجة نقولها ايه؟ نقول صباح الخير للمعلم، ونبتسم في وجه المعلمة والأصدقاء، ولما حد يطلب مننا مساعدة نساعده. يعني زميلي اللي جنبي طلب مني الأستيكة وقال لي: لو سمحت ينفع أخد منك الأستيكة؟ أقول له: اتفضل، ونساعد بعضنا في المدرسة. سارة برضو قالت لها:
احنا دلوقتي لو عوزنا اي شيء في الفصل لازم نرفع ايدينا ونطلبه بلطف. اميره راحت ضحكت وقالت لهم ايه؟ ان هي هتكون شجاعه. برافو عليك يا اميره. وقالت لهم شكرا يا اسرتي على هذه النصائح المهمه. دي كانت قصه اميره واسرتها السعيده. بعد ما قرأنا مع بعض قصة أميرة وأسرتها السعيدة، دلوقتي هنجيب سمسم. تعالى يا سمسم، ونبتدي إن احنا نسأل سمسم في شوية حاجات عارفينها قبل كده عشان احنا شاطرين. أول حاجة عندنا يا سمسم، مستعد يا سمسم؟ اه أنا مستعد يا مس أسماء، يلا بينا. أول حاجة عندي كلمة أميرة. أميرة دي مذكر ولا مؤنث؟ مس أسماء أنا شاطر على فكرة. أميرة اسم بنوتة تبقى مؤنث. برافو يا سمسم، شطور فعلا. طب عندي كلمة طفلة، وخد بالك يا سمسم ان كلمة طفلة فيها ايه؟ فيها ت مربوطة. فيها ايه؟ فيها ت مربوطة. انا قربت عشان اركز يا مس اسماء، قربت عشان اركز وشفت فعلا ت مربوطة. مادام اخرها ت مربوطة تبقى مؤنث طبعا. برافو عليك يا سمسم. خد بالك مس اسماء كلمة جميلة برضو مؤنث عشان اخرها ت مربوطة. برافو عليك. طب لو انا عايزة كلمة جميلة تبقى مذكر يا سمسم، هتبقى جميل. سهلة، هشيل الت مربوطة. برافو عليك يا سمسم. طب يا سمسم تعالى نفكر صحابنا كده سوا، اتاخر شوية عشان اعرف اكتب. تعالى نفكر صحابنا سوا. احنا اخدنا كم مد؟ اخدنا قصدي التنوين يا سمسم، عايزة نراجع التنوين. التنوين اخدنا كم؟ عندنا قد ايه من التنوين؟ عندنا 3. تنوين بالفتح، استنى يا سمسم اكتب وراك. تنوين بالكسر، تنوين بالضم. برافو عليك يا سمسم. خد بالك يا سمسم ان التنوين ده عندك واجب، يعني انت واصحابك هتكتبوا، تطلعوا الكلمات اللي فيها تنوين وتكتبوها لي في الورقة عندكم وابعتها لي على صفحتنا على الفيسبوك يلا تأسيس. هستناكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي. باي باي يا صحابي.